بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم متابعي بكام سبور، وين ما كنتم. يواجه الترجي الرياضي التونسي غدا الأحد 14 أبريل 2024 فريق الاتحاد المونستيري لحساب الجولة الرابعة من مرحلة التتويج. المباراة هذه باش تنطلق على الساعة 5:30 مساء على أرضية ملعب مصطفى بن جنات بالمونستير. الترجي متصدر مجموعة التتويج ب 12 نقطة ويبحث عن الانتصار الرابعة على التوالي وتعميق الفارق مع ملاحقيها. بعثة الترجي تتنقل اليوم للمونستير استعدادا لمباراة غدوة. هذا ومن المنتظر أن تشهد تشكيلة الترجي عدة تغييرات. سيكون المدافع هاني عمامو أساسي مكان الجزائري أمين توغاي اللي قرر المدرب البرتغالي كاردوزو منحه قسطا من الراحة. من جانبه سيبدأ الجناح الجزائري حسام الدين غشة المباراة أساسيا. في خط الهجوم رفقة المهاجم محمد علي بن حمودة واللي باش ياخذ مكان المهاجم البرازيلي رودريغاز. إذا متابعين الكرام متابعي بكام سبور، مباراة الترجي الاتحاد المونستيري مباراة مهمة للطرفين، مهمة كذلك للاتحاد المونستيري ولكن أكثر أهمية للترجي الرياضي التونسي. أولا لتعميق الفارق في مرحلة التتويج وتخلي الفريق يكمل المباريات المتبقية بأريحية كبيرة. ثانيا تحضيرا لمباراة رابطة الأبطال الإفريقية ضد صن داونز الجنوب أفريقي. المباراة هذه كما تعرفوا باش تلعب إن شاء الله نهار السبت القادم على الساعة 8 ليلا في ملعب حماد العقر برادس. مباراة مهمة، مباراة مصيرية كما حكينا في عديد المرات وقلنا على أهمية هذه المباراة. ولكن النقطة الإيجابية في مباراة غدوة إن شاء الله أنه مدرب الترجي شعر بالمسؤولية، خاصة مباراة مهمة لكاردوزو باش يعول على بعض الأسماء، باش يعطي أكثر وقت لعب لبعض اللاعبين اللي باش نستحقهم في قادم المباريات كيما محمد علي بن حمودة اللي لازم ياخذ وقت لعب بصراحة. صحيح رودريغاز هو المهاجم الأول للفريق ولكن نستحقه كذلك محمد علي بن حمودة، وكي يكون جاهز وحاضر ويكون في نهاره ينجم يعاون الفريق وينجم يسجل. نفس الشيء لحسام الدين غشة، اللاعب هذا اللي كنا يعني حاطين عليه امال كبيره. اللاعب هذا اللي نعتبره انا حسب رايي من احسن اللاعبين في المركز بتاعه في الترجي الرياضي التونسي، والا احسن لاعب، لانه لاعب مهاري، لاعب سريع، لاعب يلقى الحلول في الاوقات الصعبه، لاعب مهاري كما قلت، ولاعب عنده فنيات كبيره، واختير يعني من افضل 10 لاعبين في رابطه الابطال الافريقيه هذا الموسم في المراوغات، تقريبا 14 مراوغه ناجحه تخلي حسام الدين غشة ورقه صعبه في هجوم الترجي الرياضي التونسي اذا يكون حاضر ويكون جاهز. نعرفوا انه لعبه الاصابات خلت اللاعب الجزائري يبعد لفتره معينه على التشكيله الاساسيه وخلته ما يرجعش كما الانطلاقه نتاعه في الاول، ولكن ما زال الوقت امام حسام غشة باش يقدم الاضافه ويزيد يعاون الفريق ان شاء الله. ان شاء الله غدوه يكون حاضر ويكون اساسي ويقدم المردود الجيد اللي يخليه كما قلنا جاهز، يخليه حاضر بدنيا، خاصة في مباراة صن داونز الجنوب افريقي. كيف هاني عمامو اللاعب هذا وين مستحق الترجي يلقاه حاضر ان شاء الله يواصل في تقديم الاداء الجيد ويكون يعني خير معوض لمحمد امين توغاي. محمد امين توغاي خير المدرب باراحته بسبب الارهاق كما تعرفوا، الرحله لكوت ديفوار وكان مع المنتخب الجزائري مباريات وديه، تخاف على اللاعب من الاصابه، خاف عليه من الاجهاد، هذاك علاش بيجي يتم اراحته. وربما نشاهد تغييرات اخرى في تشكيله الترجي الرياضي التونسي، كل شيء وارد. ربما سيتم التعويل على الحارس معز بن شريفيه، ينجم يكون معز بن شريفيه هو الحارس في مباراه غدوه. كما قلنا مباراة مهمة في البطولة من أجل تعميق الفارق على ملاحقي الترجي، ولكن كذلك مهمة جدا لمباراة صن داونز باش نحضروا بها خير تحضير إن شاء الله. بالتوفيق للترجي الرياضي التونسي في مباراة غدوة، وإن شاء الله بالتوفيق كذلك في مباراة رابطة الأبطال اللي تو نرجعوا لها إن شاء الله كما قلت لكم ونحكيوا على عديد النقاط اللي تخص هذه المباراة. شكرا لكم على حسن المتابعة والانتباه، إن شاء الله نتقابلوا في فيديو جديد.